في بداية القصة بنشوف ميكيل سيلينسي سايق عجلته لمدرسته بإيطاليا ومعاه ورقة 50 يورو ناوي يشتري بيها زي تنكري لحفلة المدرسة. ميكيل قاعد ورا حبيبته القديمة ستيلا، وفجأة الفصل اتقطع من ضابطة شرطة اسمها جيوفانا، واللي بالصدفة هي والدته. هي كانت هناك عشان تستفسر عن اختفاء طالب. جيوفانا طلبت من الفصل يبلغوا الشرطة لو عرفوا أي حاجة عن الطالب المفقود. بعد ما سابت الفصل مناخير ميكيل بدأت تنزف وركض على الحمام. المزعجين اللي طول الوقت بيضايقوه هددوه عشان يسلمهم كل فلوسه. لما رجع ميكيل البيت محبط من اللي حصل، طلع شوية قروش مدخرها وقرر يشتري بيها الزي. بعد كده راح على محل شكله قديم وطلب زي بطل خارق، وصاحب المحل اداله بدلة ضيقة وعباءة رديئة وقال له إنها بدلة بطل خارق صيني. ميكيل مش عاجبه الزي لكنه اشترى على أي حال. لما رجعت جيوفانا من الشغل شافت ميكيل لابس الزي وبيقول إنه مش عايز يروح الحفلة لأنه شايف شكله غبي. هي هدته وقالت له إنه شكله كويس وودته الحفلة. هناك ميكيل استمتع وبدأ يتكلم مع ستيلا، لكن المتنمرين بعدين شغلوا فيديو لستيلا وهي ماشية في الشارع وقالوا إن الفيديو على موبايل ميكيل وإنه كان بيلاحقها. ميكيل المحرج ركض على الحمام وقفل الباب. زمايله بيطرقوا من بره وبيطلبوا منه يفتح، وميكيل محبط وبيتمنى لو كان خفي قبل ما الأنوار تنطفي. في المشهد اللي بعده بنشوفه بيقفز من شباك الحمام ويرجع البيت. في الصبح اللي بعده ميكيل صحي على نباح كلبه مش واخد باله كتير، وراح الحمام ينظف سنانه. لما بص في المراية اتفاجئ لما شاف هدومه وفرشة سنانه بس، جسده كان خفي. ركض ميكيل وخلع هدومه، وفي اللحظة دي دخلت والدته وما ادتهوش أي اهتمام، وده أكد إن ميكيل لوحده اللي شايف نفسه. ميكيل وهو بيدور حواليها كتب بسرعة على ورقة إنه راح المدرسة بدري وحطها على السرير، وجيوفانا قرتها واتبسطت وما اتكلمتش في الموضوع. بعد ما الغرفة فضيت اتصلت جيوفانا بميكيل على موبايله، وميكيل الخفي رد وطمنها إنه بخير. وهو حيران مش عارف يعمل إيه بعد كده، لبس هدوم بأكمام طويلة، وبعد ما غطى كل جسمه راح المدرسة وبدأ يراقب ستايلا من بعيد. ميكيل بعد كده لاحظ المزعج اللي كان بيضايقه وقرر يديه درس على كل اللي عمله معاه. خلع هدومه ومشى جوه المدرسة عريان وخفي. في الفصل مسك مسدس كرات الطلاق بتاع المزعج واستخدمه على المدرس، وده خلى المدرس يفصل الولد المزعج. بعدين ميكيل راح أوضة تبديل هدوم البنات وشافهم وهم بيغيروا هدومهم. الموضوع ما خدش وقت كتير، فجأة وقعت عليه فوطة وخلت ظله باين للكل، وساعتها قواه بدأت تختفي وبقى ظاهر تاني. البنات صرخوا لما شافوا ميكيل عريان تحت الفوطة. الصبح اللي بعده ميكيل موجود في فصله، والطبيب النفسي باسيلي بيعمل محاضرة عن الصحة العقلية للمراهقين. كان في 2 من زمايله هربوا من البيت الشهر اللي فات، فباسيلي شايف إنه مهم يفهم طريقة تفكير المراهقين. ميكيل وهو سامع المحاضرة إيديه بدأت تلمع وفجأة اختفوا. لحسن حظه الفصل خلص وركض قبل ما حد يشوفه وهو بيختفي. ميكيل بيركض البيت متغطي كل جسمه، وبيشوف أخته الصغيرة كانديلا في أوضته. طلب منها تمشي لتحت وهو ورا الحيطة. كانديلا المرتابة فتحت الباب وقفلته عشان توريه إنها مش موجودة. كيل ما بصش وتابع يخلع هدومه. لما بصت صرخت من الخوف لما شافت أخوها مخفي. ميكيل هداها وقال لها إن الزي بتاعه هو اللي مديله قوة خارقة. في الوقت ده في مركز الشرطة الطبيب النفسي باسيلي شغال مع جيوفانا في التحقيق في الأطفال المفقودين. جيوفانا مصرة إن الأطفال ممكن يكونوا اتخطفوا، لكن باسيلي بيجادل إنهم بس متمردين وده طبيعي في سنهم. لما جيوفانا رجعت البيت ميكيل لسه مخفي. جيوفانا بتتكلم مع حد على التليفون وكشفت إن ميكيل متبنى. الميكيل المتفاجئ والمتألم خرج لبره وروح على أرجوحة قريبة. وهو بيتأرجح ستيلا وصلت هناك وافتكرت إن ميكيل شبح. ما كانتش خايفة، بالعكس طلبت إنه يكون صاحبها. هو رسم وش مبتسم على الرمل عشان يتواصل معاها. الاتنين اتقابلوا مع بعض. بعد ما ستيلا مشيت ميكيل شاف راجل قريب بيبص عليه رغم إنه مخفي. الراجل ابتعد مستخدما عصاية وباين إنه أعمى. بالليل ميكيل راح بيت ستيلا. ستيلا كانت مبسوطة بوجود صديق مخفي. الاتنين اتقابلوا مع بعض، لكن قوة ميكيل بدأت تختفي فهرب قبل ما ستيلا تشوف وشه.
بعدها ستيلا كانت في فصل الجمباز لوحدها، ولما إبرة ظهرت في ظهرها وقعت مغمى عليها. ميكيل قرر يقول لها إن هو الولد المخفي. راح لفصل الجمباز مع كلبه. لما وصل المبنى شاف راجل ملثم شايل ستيلا. ميكيل هاجم الراجل وكلبه عضه في إيده، ومع ذلك الراجل قدر يهرب ومعاه البنت. بعد شوية الشرطة وصلت مكان الحادث. اكتشفوا إن الأطفال المفقودين مش هربانين، ده اتخطفوا. ستيلا صحيت في مكان غريب وراسها مربوطة بأسلاك. الدكتور النفسي باسيلي كان موجود هناك وبيسألها أسئلة. اتضح إن هو اللي كان بيخطف الأطفال. عملوا شوية اختبارات على ستيلا وبعدين حبسوها في زنزانة، وهناك كان موجود 2 من صحابها اللي اختفوا قبلها. في اليوم اللي بعده ميكيل كان لوحده على شاطئ قريب لما فجأة ظهر الراجل الأعمى من اليوم اللي فات قدامه. الراجل رد على كل أسئلة ميكيل قبل ما يسألها، كأنه بيقدر يقرأ أفكاره. لما ميكيل سأله عن هويته، الراجل كشف له إنه اسمه أندريج وإنه أبو ميكيل. ميكيل ما صدقش أندريج واتهامه بالكذب. أندريج بدأ يحكي له قصته، إنه كان راجل عادي من بلد صغيرة في روسيا لحد ما حصل انفجار نووي دمر البلدة. الإشعاعات قتلت ناس كتير وسببت تغيير دائم في بعض الناس التانيين، خلت حمضهم الدموي يتحور، وده إداهم قوة خارقة زي الطيران، التخاطر، الاختفاء وغيره. الناس دول اتسموا المميزين The Specials، واتنقلوا لمعسكر عسكري اسمه القسم The Division عشان يستخدموهم كسلاح. استخدمهم القسم أكتر من طاقتهم، وكل ما استخدموا القوة أكتر كل ما ضعفهم زاد. ومن الآثار الجانبية كمان إنهم كانوا كلهم عقيم إلا أندريج وأم ميكيل. أندريج وأم ميكيل أنجبوا ميكيل اللي كان أول طفل مميز، لكن أول ما اتولد أخدوه بعيد. الوالدين قرروا يهربوا مع ميكيل ونجحوا، لكن رجال القسم مرجعوش، طردوا الزوجين عشان يستردوا الطفل. والد ميكيل كان عنده قدرة قراءة أفكار الناس، وأمه كانت عندها قدرة الاختفاء. أندريج عرف إن ميكيل مش آمن معاه، فحطه قدام باب جيوفانا بعد ما قرأ أفكارها وتأكد إنها شخص كويس. دلوقتي رجال القسم اكتشفوا إن الطفل المميز عايش في المدينة، فبدأوا يخطفوا الأطفال ويختبروا إذا كانوا مميزين. بعد ما سمع أصله الحقيقي اتصدم، كاد ميكيل ما يصدقش، لكن أندريج قال له إن ما عندهمش وقت للكلام، لأن الصياد اللي جنبهم فاكر إنه أندريج مريب واتصل بالشرطة. أندريج سلم ميكيل بدلة بتخليه يختفي مع جسده، وبعدين مسح ذاكرة الصياد ومشي. بعد شوية الشرطة وصلت ومعاهم باسيلي. جيوفانا كشفت ليه إن ميكيل متبنى، وده خلى باسيلي يعتقد إنه ممكن يكون الطفل المميز. عرض عليه يوصل ميكيل للبيت. لما وصلوا البيت ميكيل لاحظ إصابة إيد باسيلي بالظبط في المكان اللي كلبه عض فيه مختطف ستيلا. ميكيل بص للراجل بشك وحاول يهرب، لكن اتضح إن باسيلي قفل كل الأبواب وكان ناوي يخطفه. ميكيل ركض لأوضة وخلع هدومه وتحول لخفي، قدر يهرب وباسيلي كان بيتبعه. وهم في الشوارع ميكيل شاف المزعج إيفان على عجلته، قعد وراه وطلب منه يسيبه بسرعة بعيد. إيفان المتوتر نفذ الكلام. لما وصلوا لمنطقة آمنة ميكيل كشف نفسه لإيفان وقال له عن اختطاف زملائهم. في الوقت ده ستيلا وأصحابها شافوا فتحة تهوية في السقف، اتسلقوا فوق بعض وقدرت ستيلا تخرج، وهي مختبئة من الحراس اتسلق برج ووصل لضوء كشاف، وافتكرت إن صديقها الخفي بيدور عليها. رسمت وش مبتسم على الضوء ووجهته للسماء. ميكيل شاف الوش المبتسم وفهم إن ستيلا بتحاول تبعت لهم إشارة. ميكيل وإيفان مشيوا ورا الضوء، لكن أول ما وصلوا هناك الحراس قبضوا على ستيلا. إيفان سبب عطل كهربي بمسدس كرات الطلاق بتاعه، وميكيل الخفي دخل جوه. شاف باسيلي ورجاله بيراقبوا جوفانا وأندريج اللي تعاونوا عشان يدوروا على ميكيل. بعدين ميكيل راح أبعد شوية وفقد وعي حارس، وباستخدام سلاحه هدد الحارس يفتح الزنزانة اللي فيها ستيلا والباقيين محبوسين. بعد ما خرجوا وحبسوا الحراس جوه، ميكيل كشف عن نفسه لأصحابه اللي اتصدموا جامد. الولاد حبوا يهربوا، لكن ستيلا أصرت تنقذ راجل عجوز شافته محبوس في أوضة تانية. راحت هي وميكيل ينقذوا الراجل، لكن ستيلا أخدته للأشرار بدل ما تنقذه،
وصوبت مسدس على ميكيل. فجأة فقدت الوعي وابتدى الراجل العجوز وراها يتكلم. اتضح إنه عنده قوة التحكم في العقل. كان بيحكم على باسيلي وستيلا عشان يجيب ميكيل للمكان ده. بعد كده نزلوا غواصة وحطوا ميكيل وستيلا فيها وراحوا بيهم للبحر. في اللحظة دي أندريج وجوفانا وصلوا للمكان وقابلوا إيفان. المبنى متظبط إنه ينفجر في ثواني قليلة، لكن بسرعة قدروا ينقذوا الطفلين المخطوفين وباسيلي من جوه. أندريج قرأ عقل باسيلي وفهم إن حد كان بيتحكم فيهم. بعدين ابتعدوا بسرعة عن المبنى اللي انفجر كله على طول. رجعوا للغواصة. ميكيل اكتشف قوته في التحريك الذهني وبدأ يدمر المكان باستخدام قدراته. قدر يقتل الراجل وينقذ نفسه وستيلا. رجعوا أخيراً للشاطئ وهناك كان ناس كتير مستنيينهم. ميكيل اختفى قدامهم متباهي بقوته. أندريج قال له إنه هيضطروا يمسحوا ذكريات الكل عشان القسم هيجي يدور عليهم تاني. ميكيل وافق وأندريج قال له إنه هيرجع ومش هيبقى موجود بعد ما يمسحوا ذكريات الكل. بعدها الكل رجع لحياته الطبيعية. المشهد انتقل لمكان في روسيا. والدة ميكيل اللي كان متوقع إنها ماتت كانت بس مصابة في المواجهة. هي كانت هزمت القسم دلوقتي وهي دلوقتي اللي بتسيطر عليه. في الحقيقة هي اللي بعتت الناس دول عشان يرجعوا ميكيل ليها. الست دلوقتي ضد كل الناس العاديين وبتشوفهم غريب الأطوار. في الآخر واحد من الحراس بلغها إنه على الرغم من فقدانهم ميكيل لقوا أخته التوأم ناتاشا. لقطة من الماضي ورت إن أندريج هرب بطفلين في اليوم ده. الحارس بيقول لوالدة ميكيل إن ناتاشا موجودة في مكان في المغرب.